ببارك لزمايلي، ببارك للجمهور في الوطن العربي كله، وجهاز فني ومجلس اداره، والحمد لله ربنا كمل مجهودنا الفتره اللي فاتت، وبشكر اللعيبه الرجاله النهارده على الاصرار لحد اخر دقيقه. عندما يتعلق الأمر بمواجهة تجمع بين كبيري الكرة المصرية، فلا حاجة لأن تبحث عن عنوان لهذه القمة مهما كان الرهان. يكفي أن تقول الأهلي والزمالك. مواجهة السوبر الإفريقي الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض بالمملكة أرينا دخله الغريمان على اختلاف لونيهما بهدف واحد: بسط اللون فوق المستطيل الأخضر والنجاح في تسلق أسوار قلعة الغريم. الأهلي وفي لطريقة لعبه، تبادل سريع للكرة ودفاع الزمالك يرتكب الخطأ. وسام أبو علي في التسديد ومحمد عواد يتصدى بكل براعة. إجابة الزمالك كانت عبر التسديد أيضا من خلال كرة ناصر ماهر، ولكن كرته جانبت مرمى الشناوي. تلتها رأسية التونسي حمزة المثلوثي دون تغيير في النتيجة. دخلت المباراة بعد ذلك في نسق بطيء رغم تفوق الزمالك في نسبة امتلاك الكرة والتي وصلت إلى 58%. في منتصف الشوط الأول تعذر على لاعب الأهلي محمد هاني مواصلة المباراة بعد تعرضه للإصابة ليعوضه كولر بعمر كمال. في الدقيقة 34 بيرسيتاو يمرر لأكرم توفيق الذي تقدم بالكرة وسدد من دون خطورة، عملية عاد على إثرها حكم المباراة لتقنية الفار ليعلن عن ركلة جزاء، قرار خلف احتجاجا كبيرا في صفوف لاعبي الزمالك. وسام أبو علي في التنفيذ والأهلي يتقدم بهدف دون رد. وقبل نهاية الشوط الأول حاول حسن الشحات إضافة الهدف الثاني لبطل إفريقيا، لكن عواد يتصدى بكل ثبات. في الشوط الثاني رمى الزمالك بكل ثقله في الهجوم، لكن سيف الدين الجزيري بقي في شبه عزلة في الخط الأمامي، ولعل تسديدة مصطفى شلبي بهذه الطريقة تلخص الحالة الهجومية للزمالك في تلك الدقائق، قبل أن يحاول زيزو من كرة قوية، لكن الشناوي يتصدى في مناسبتين. في مطلع الدقيقة 77 لعب مدرب الزمالك ورقتي عمر فرج وناصر منسي، وهذا الأخير احتاج فقط لأقل من دقيقة واحدة ليوقع على هدف التعادل للزمالك بعد تمريرة من القائد عمر جابر. اللقب سيحسم بركلات الترجيح للمرة العاشرة في تاريخ المسابقة. يحيى عطية الله ووسام أبو علي يهدران من جانب الأهلي، والزمالك يتوج للمرة الخامسة في تاريخه بلقب السوبر الإفريقي. القلعة الحمراء لم تكن عصية هذه المرة على الزمالك في موقعة المملكة الأرينا، والأهلي يضيع اللقب للمرة الثانية تواليا. فريقي كان ممتازا، من الصعب جدا أن تستعد وتحضر للموسم في فترة زمنية قصيرة، ولكن نحن أجرينا فترة تحضيرية مكثفة، ربما في أسبوعين خضنا 4 أو 5 مباريات وتحلينا بالشجاعة لأننا ركزنا كذلك في هذه المباراة، وكما تفضلت سيطرنا على معظم أطوار المباراة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز اليوم وأظهرنا للجميع بأننا قادرون على الانتصار. ببارك لزمايلي، ببارك للجمهور في الوطن العربي كله، وجهاز فني ومجلس اداره، والحمد لله ربنا كمل مجهودنا الفتره اللي فاتت، وبشكر اللعيبه الرجاله النهارده على الاصرار لحد اخر دقيقه.